سلام تام. أنا مهدي، خبير العلاقات الأسرية. جيت نتذاكر معكم شوية. الطموح هو الوقود ديال الحياة، هو اللي كيعطي الإنسان الدافع باش يخدم، يتطور ويحقق ذاته. في نفس الوقت الزواج هو الميناء اللي كيعطي الاستقرار والدعم والحنان، ولكن التحدي الكبير هو كيفاش نوازنو بيناتهم باش لا طموح يغطي على العائلة ولا زواج يطفى الشعلة الحب. بزاف ديال الأزواج والزوجات كيبغيو ينجحو في خدمتهم، يقراو، يتطوروا، ولكن كيلقاو راسهم مزقين بين الطموح ومسؤوليات ديال الدار وديال الشريك وديال الدراري. السر ماشي في التضحية الكاملة، ولكن في التفاهم والحوار وتقسيم الأدوار. إلا كان كل واحد فاهم الآخر، كيعرف احتياجاته، ما كيبقاش الطموح مشكل، كيبقى مجهود مشترك. دكتور محمد راتب النابلسي قال واحد الحكمة زوينة، قالك البيت السعيد هو اللي فيه الزوجين كيلقاو تحقيق ذاتهم بجوج، كل واحد كيشجع الآخر باش ينجح، وكيحسن على نجاح الشريك ديالو والنجاح ديالو هو نيت. وفي الحقيقة هذه هي الخلاصة، ماشي ضروري يكون الطموح ضد الزواج، بالعكس ممكن يكونوا منسجمين بحال جوج نغمات واحد الانسترومون. واحد الدراسة في مصر في سنة 2019 لقات أن الأزواج اللي كيدعموا بعضهم في المسار المهني ولا الدراسي عندهم رضا زواجي أعلى ب39% من الناس اللي ما كيدعموش قضيتهم. يعني التشجيع البسيط، الكلمة الطيبة، والاهتمام باللي كيديرو الشريك ديالك، كلها أمور كتقوي العلاقة وكتخلي الطموح والعائلة يخدموا في خط واحد. التوافق بين الطموح والحياة الزوجية ماشي مستحيل، هو فقط فن التوازن. تحافظ على أحلامك بلا ما تنسى دفء الأسرة، وتخلي دعم الشريك ديالك هو القوة اللي كتخليك تمشي لقدام وتزيد تستمر في المسيرة ديالك باش تحقق داكشي اللي باغي. في النهاية النجاح الحقيقي هو اللي كيتقسم بين جوج،